السلام عليكم، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. عاملين ايه؟ وحشتوني. ويا رب تكونوا بخير انتوا واهلكم وحبايبكم واولادكم، ويا رب تكونوا دايما في احسن حال. يومنا بدأ كده الصبح بدري. الاول قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت اليوم كده، كان عندي شوية غسيل على الحبل، فقلت كده أشيلهم علشان هحط حاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. طبعا قلتلكوا إني عايزة قبل دخلة الشتاء أكون مدفية البيت. إن احنا عندنا هنا يعني احنا جنب أراضي زراعية والمكان هنا دايما بيبقى فيه هوا شوية أو بيبقى برد شوية و... فاحنا عايزين ايه؟ نبقى مدفيين البيت و... ومظبطين أمورنا ومستعدين للشتاء. علشان يعني أنا الشتاء بالذات بحب استعد له. ليه؟ علشان هنا فعلا الجو، احنا جنبنا براح، جنبنا غيطان، جنبنا في نص البيت تقريبا، نص البيت من ناحية واحدة، أو نص البيت من على اليمين كده آه، يعتبر بحري. ف وبيبقى يجي في الشتاء بقى نوات وحاجات، فاحنا عايزين نبقى مستعدين للشتاء، خصوصا ان في اطفال، عشان ايه؟ ربنا يسترها علينا يعني بقى من البرد وكده. المهم، آه في الصيف زي ما انتوا شايفين وزي ما انتوا عارفين، انا بسيب الشقة على البلاط، ما بفرش اي حاجة. السجاد ده مع دخلة الصيف بروح لما كله وشايلاه و... يعني وخلاص بسيب الشقة كده، ما بفرش اي حاجة. تمام. في الشتاء بقى، او على دخلة الشتاء، وعملت هنا في الفيديو اني غسلت، يعني قبل دخلة الشتاء كده بغسل سجادة سجادة، يعني على قد كده. طبعا ما اعرفش اعملهم كلهم في يوم واحد، ما اقدرش طبعا في يوم واحد اني اروح غسله السجاد كله والكلام ده كله، او حتى سجادتين، لا، لان انا عندي سجاد كبير. فعملت بقى، يعني انا دلوقتي بادئه بالسجاد الكبير الاول، اخلص منه. بعد كده المشايات او الشرايط الطويله دي سهله، امرها سهل. يعني اللي تعبني وبيبهدلني فعلا السجاد الكبير. فبعمل كل يوم واحدة أو كل يومين واحدة، على حسب ما أنا ببقى قادرة أو على حسب طاقتي في اليوم ده. تمام. أول حاجة ببدأ بيها بعد السجاد إني طبعا أنا قلتلكوا إن أنا هجيب إن شاء الله بياضات أو كفر للانتريه، لان الانتريه زي ما قلت لكم انا عايزه اغسله، مش هينفع اغسله واسيبه كده، لازم على طول احط عليه كفرات. الحاجه اللي في الانتريه الوحيده اللي بتتفك وبينفع ان انا اخدها واغسلها وكده، المخدات بتاعه الانتريه. فاخدتها وخدت كمان، يعني غسلت السجادة وسبتها، أنا كنت غسلاها طبعا وسبتها شوية تتصفى وكده علشان أقدر أصلا أشيلها. وعايزة أقول لكم إني سبتها مدة طويلة جدا. يعني شايفين السجادة؟ والله العظيم بهدلتني 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 بجد. أنا كنت سايباها تقريبا ليلة كاملة بتتصفى، وبرضه ما قدرتش، ما كنتش عارفة أشيلها. كنت عمالة بحركها كده على الحبال كده، وفي البلكونه كده على السور بتاع البلكونه ده، والله بهدلتني، ما كنتش عارفه لا افردها ولا اوديها كده ولا اوديها كده. وعايزه اقول لكم هدومي غرقت ميه، وبجد انا كنت بستسهل وبودي المغسله.
بعدين رجعت يعني باشوف الحاجة بعد ما بتيجي من المغسلة بجد كأنها ما اتغسلتش، كأنها ما اتغسلتش بجد، فيها بُقع. وهناك وأنا أصلًا عند المغسلة هناك باقعد أقول لهم الحاجة بيوروها لي قبل ما آخدها، بالاقي فيها بُقع، واقعد أقول لهم فيها بُقع، يقولوا لي سيبيها وهنعيد عليها تاني. فقُلت لأ، وكمان بيهروا الوبرة بتاعتها بتتهرى، باحس إن الحاجة بتتبهدل بصراحة، ما باحبش أودّي مغسلة إلا في ظروف يعني خلاص أنا استحالة هاعرف أغسل أنا السجاد، إلا في ظروف معيّنة، فباروح مودياها لمّا بابقى مضطرة أوي. إنما قُلت كده أمسكهم سجادة، سجادة، أنتم شايفين أنا مش عارفة حتى أرفعها، والله العظيم دي السجادة الكبيرة بتاعة الصالة، بتاعة الرُكنة. فأنا غسلت السجادة بتاعة البوفيه اللي هي بتاعة الصالة الصغيرة، ودي بتاعة الصالة الكبيرة اللي هي بتاعة الرُكنة. ركّزوا معايا تمام، لسه إيه بقى، دي أول واحدة في الكُبار، دي أول سجادة في الكُبار. أنا باحاول أعصرها من المَيّة، باحاول إن أنا أفردها، يعني باحاول إن أنا عايزة أطرحها كده شوية قدّام، شايفين تقيلة جدًا، تقيلة حرفيًا جدًا، وعبّاية مَيّة وأنا مش قادرة أشيلها، وده كمان بعد ما سِبتها تتصفى كتير. فحاولت كتير جدًا على أمّا فردتها أو على أمّا عرفت أعدلها على السور. هدّيت حيلي، والله العظيم هدّيت حيلي بجد. فدي أول سجادة في الكُبار. أنا عملت بتاعة البوفيه زي ما قُلت لكم، وبتاعة الرُكنة دي، لسه في 2 كُبار، لسه في بتاعة الأنتريه وبتاعة ال الأوضة الكبيرة، الاتنين نفس حجم دي، اللي هو السجاد تقريبًا 2 في 3، 2 في 3 متر. فدي أول واحدة في الكُبار، تمام. عملت دي، لسه الاتنين التانيين لسه هدِّت بجد هيهدّوا حيلي بجد والله. والمطبخ صغير عليهم، فأنا مش عارفة أفردها كلّها، فباقعد أعمل حتّة وأتاخرها وأعمل حتّة تانية وأتاخرها. فبجد آآ قُلت عشان كده باعمل كل كام يوم واحدة، على أمّا بانسى التعب اللي في التانية وارجع أعمل غيرها، تمام. عايزاكم كده تشجعوني بلايك حلو وتكتبوا لي تعليقات حلوة. أنتم ليه مش بتكتبوا لي تعليقات يا جماعة؟ يعني الناس اللي بتشوف الفيديو صلّوا على النبي في التعليقات. اكتبوا كلمة حلوة، تشجيع للمجهود اللي في الفيديو. آآ نوّروني كده بتعليقاتكم وبكلامكم الحلو في التعليقات. آمم قولوا لي على حاجة شُفتوها في الفيديو مش عاجباكم أو عاجباكم، اقترحوا عليَّ حاجات. شاركوني كده، أنا معتبراكم عيلتي واخواتي. بجد من أمتع الأوقات اللي أنا باقضّيها معاكم هو وقت التصوير، ووقت ما أنا أكون باسجّل لكم كده بجد بابقى مبسوطة جدًا. وعايزاكم طبعًا كل اللي هيشوف الفيديو، كل اللي مَر عليه القناة، اشتركوا في القناة، مش هتندموا، جاي حاجات حلوة كتير هتشوفوها. و بابقى مبسوطة أوي بكل اشتراك جديد بييجي لي في القناة، وبجد، بجد بابقى مبسوطة بيكم أوي. ربنا يسعدكم يا رب جميعًا، ويا رب يسعد كل حد هيسعدني باشتراك وبلايك وتعليق في القناة. وبجد أنا باتعب في الفيديوهات دي جدًا، في تصويرها وفي تسجيلها، فأتمنى تقدّروا المجهود ده وتعملوا لي لايك للفيديوهات وتشتركوا في القناة وتحطّوا تعليق حلو، هاكون ممنونة ليكم جدًا. هنا خلّصت السجادة. طبعًا السجادة اللي باغسلها باروح مطبّقاها وتنشف يعني، باروح مطبّقاها وشايلاها على جنب. وكمان ونسيت أقول لكم عملت بتاعة المطبخ كمان، غسلت سجادة المطبخ والمشّايات الصغيّرة اللي هي بتاعة سجادة المطبخ، أو اللي في منطقة المطبخ يعني، والحوض اللي هو بتاع الصالة ده، تمام. آمم، عملت ال3 دول. لسه اللي هتيجي بقى اللي جاية اللي أنا هاعملها بإذن الله. السجاد الكبير بجد بيبقى مرهق ومُتعب أوي، مش باعرف أسجّل لكم أو أصوّر لكم غسيله، فباكتفي إن أنا أورّيكم الحاجات الصغيّرة اللي بيبقى عمايلها سهلة
وهاعرف إني أصورها وهانجز فيها يعني. إنما الكبار دول مش عارفة بصراحة أصورهم معاكم وأوريه لكم. أنا هنا آم، كنت حسيت إنها محتاجة عليها زي رغوة بسيطة كده، أو زي لحوسة بسيطة. كنت عايزة أشيلها بمية، يعني كنت عايزة أدلق عليها مية كده، فرحت جايبة الشفشق ومليته مية ويعني بقيت أرفع ناحية كده منها وأكب بالشفشق علشان أنزل أي حاجة أوديها شطفة أخيرة يعني. تمام. فاللي جاية إن شاء الله هاغسلها يعني اللي أنا هاغسلها بعد كده اللي هي بتاعة الأنتريه بقى. فكده هابقى غسلت السجاد إن شاء الله أكون كمّلته كلّه، وغسلت كمان أوشاش المخدات بتاعة الأنتريه، دول برضه باعينهم. مش هافرش أي حاجة خالص إن شاء الله غير على نهاية شهر 9 أو على أول شهر 10 كده، على أمّا أبتدي أفرش الشقة كلّها بقى بالسجاد. وإن شاء الله هاكون جِبت، وطبعًا هاوريها لكم طبعًا معاكم. هنا أنا باشطفها كده بالمَيّة. وهنا من كتر ما هي تقيلة أنا ما كنتش قلقانة إنها تُقع في الشارع، كنت عارفة إنها مش هتتحرك من مكانها. المهم، فطبعًا هاوريكم الكفرات أول ما توصلني إن شاء الله. هاوريكم الكفرات بتاعة الأنتريه، هتعجبكم جدًا، هتعجبكم جدًا. هتغيّر الأنتريه بشكل مش هتتخيلوه، هتحسوا إن هو أنتريه تاني. وهاغيّر الأنتريه تمامًا، هاغيّره في كل شكله وفي كل حاجة. هاعمل كام حاجة بسيطة كده وهتشوفوها، بجد هتحسوا إن ده بقى أنتريه تاني أو بقى مكان تاني. شاركوني بقى بلايك حلو واشتركوا في القناة علشان تشوفوا الأفكار الحلوة اللي إن شاء الله تنفعكم وتعرفوا تاخدوها مني. وتشوفوا الحاجات الحلوة اللي جاية. هنا أنا بدأت أفك الأوشاش بتاعة طبعًا أنا في حاجة يعني جديدة عاملاها، إن أنا ما سرّعتش الفيديو، وعارفة إن الفيديوهات ممكن تكون طويلة، ولكن ده طبيعي يا جماعة. في الأول القناة لسه بادئة، لازم أعمل فيديوهات طويلة، ده غصب عني، علشان في شروط معيّنة لليوتيوب أنا محتاجة أحققها. فعايزاكم تساعدوني على ده، يا ريت تسيبوا الفيديو شغال للآخر، وبإذن الله بعد ما الشروط دي بتتحقق أنا هاعمل لكم فيديوهات كده قصيرة حلوة أو لذيذة كده. بس أنا مُجبرة أعمل ده في الأول. أنا صريحة معاكم جدًا على فكرة، وباتكلم معاكم بكل صراحة وبكل أريحية، بدون تجميل وبدون تصنُّع. و باحبكم جدًا. المهم، كده بافُك الأوشاش بتاعة عندي الأوشاش نوعين، سادة ومخلوطة معاها أوشاش تانية فرو. وعلشان كده أنا جِبت المفارش بتاعة الترابيزات بتاعة الأنتريه أو الصالة أو السُفرة، جِبتهم فرو. كنت جايباهم فرو علشان يبقوا لايقين أو ماشيين مع الفرو اللي في المخدات بتاعة الأنتريه وبتاع الرُكنة. والرُكنة كمان برضه المخدات بتاعتها مخلوطة، فيها سادة وفيها فرو. فعشان كده جِبت المفارش فرو علشان تبقى ماشية معاهم، بتبقى حلوة أوي في الشتا. طبعًا بابقى شايلاهم في الصيف وكلّهم مغسولين على فكرة، أنا كنت غاسلاهم وشايلاهم. علشان برضه هابتدي أفرش كل ده، هتشوفوه إن شاء الله على دخلة الشتا بإذن الله. نعدّي فترة الخريف دي ونبتدي ندخل نحس بلسعة برد خفيفة كده، هاروح فارشة كل حاجة بإذن الله على أمّا أبقى أصلًا خلّصت كل حاجة. كده هنبقى خلّصنا السجاد. هاجيب طبعًا الكفرات هاوريها لكم. و آآ هنا دخلت بقى في مرحلة إن أنا إيه، باشيل الأوشاش. شِلت الأوشاش كلّها وبافضل سايبة المخدات كده، ما باحطلهمش حاجة لحد ما دول بيتغسلوا على دخلة الشتا إن شاء الله. باروح فارشاهم، باروح ملبّساهم تاني و
واحتمال إن مع الكفرات بتاعة الأنتريه ممكن هاجيب للرُكنة، وممكن إن شاء الله هاجيب للمخدات أوشاش تانية، يعني تكون برضه إيه، أحس بتغيير كده إن ممكن الأوشاش دي أبدِّل فيهم مع التانيين، تمام. هاحاول أغيّر كده في الحاجات الكفرات، تمام. آمم كمان يعني عايزة، أنا باحب التغيير، باحب أشوف حاجة جديدة قدّامي، وكمان هي حاجة أنا عايزاها للسبب الأساسي إن هي تحافظ لي على الأنتريه، أو تحافظ لي على الحاجات اللي عندي، لإن أنا الحاجة يعني اتبهدلت جامد. وهتشوفوا بقى فيديو غسلة الأنتريه ده هيبقى شكله إيه، وهارجّعه جديد إزاي. هو جديد أصلًا بس عايز تلميعة، صنفرة، توضيبة، تمام. فبإذن الله هتشوفوا الفيديوهات اللي جاية حاجات هتعجبكم أوي، وأفكار حلوة أوي، 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 وروتينات تحفيزية وحاجات لذيذة كده، تمام. طبعًا هنا بعد ما نشرت السجادة، وبعد ما فكيت الكفرات بتاعة وشاش المخدات وحطيتها في الغسالة تتغسل، على أمّا تتغسل هنعمل إيه بقى، هنعمل المواعين. عندنا شوية مواعين كده هنعملهم كده مع بعض. آآ طبعًا أنا باشطف الأول الأطباق من أي بواقي فيها، من أي بواقي أكل، من أي بواقي أي حاجة، وبعد كده بابدأ أغسلهم. وطبعًا، طبعًا لازم أغسل الحوض الأول، لازم، لازم أغسل الحوض الأول، تمام. آآ وعايزة كمان آخُد رأيكم في موضوع أو أحكي لكم حاجة، عايزاكم تكتبوا لي وتقولوا لي برضه رأيكم فيها أو أعمل إيه فيها. آآ كان في أشخاص، هي حاجة حصلت في حياتي عمومًا يعني، بس أنا آمم مش عارفة إحساسي ده طبيعي، وإني اللي أنا باعمله ده الطبيعي والمفروض يتعمل، والّا آمم أنا مكبّرة الموضوع. أنا يا جماعة من النوع اللي بازعل لزعل اللي باحبهم. زي ما النبي قال يعني: "انصُر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". آمم يعني بننصره وهو مظلوم، إن إحنا بنرفع عنّه الظلم، وبننصره وهو ظالم إن إحنا نرُدّه عن الظلم، نخلّيه ما يبقاش ظالم، نقول له لأ أنت كده بتعمل غلط وأنت كده بتظلم، فنرُدّه عن الظلم. آمم فأنا من النوع اللي زي ما اللي حواليّا لو بيعملوا حاجة تظلم حد، لو بيعملوا حاجة تأذي حد، بانصح ولأ وابعدوا وباخد منهم موقف. برضه لمّا بيتأذوا أو بيحصل لهم حاجة، أنا بازعل جدًا، جدًا، جدًا لزعلهم، باتأثّر بزعلهم لدرجة إن ممكن حياتي تُقف لا آكل ولا أشرب، وبازعل لزعل اللي باحبهم جدًا، وبازعل على يعني زعلهم يمكن أكتر منهم. ففي ناس معيّنة في حياتي هم يعتبروا قريبين، آمم أذوا برضه حد قريب، يعني هم قريبين كانوا قريبين، أذوا حد قريب منّي، أذية صعبة، صعبة، صعبة جدًا، 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 فوق ما أي حد يتخيّل. أنا مش قادرة، آمم يعني عايزة أقول لكم إن الشخص ده توفّى بسبب الزعل ده، أو بسبب اللي اتعمل فيه، أو توفّت يعني بسبب اللي اتعمل فيها، أو الأذى أو الزعل اللي اتعرّضت له، فهي توفّت بسبب ده، بسببهم يعني بمعنى أصح. والمشكلة إن هُم في نفس درجة القُرب بتاعتها عندي، أو هُم يُعتبروا من آمم قريبين، قريبين، مش هاقدر أقول غير كده.
فأنا مش عارفة. أنا عن نفسي من بعد الموقف ده أنا قلبي اتقفل من ناحيتهم بجد، قلبي اتقفل من ناحيتهم جامد، ما عُدتش قادرة أصفى لهم أو أرجع لهم، أو حتى إني أقول لهم سلام عليكم، السلام كده بتاع ربنا ده أنا مش قادرة حتى أقوله لهم. كنت الأول أنا عارفة الأذى أو التعب اللي بتتعرّض ليه الشخصية دي معاهم من زمان، فكنت برضه باكتفي. طبعًا كنت باقف لهم وباحاول أرُد الظلم عن الشخصية دي الله يرحمها، ولكن كنت ما زلت ممكن أقول لهم في الأعياد كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بخير، سلام عليكم، وعليكم السلام كده، حاجة بسيطة جدًا يعني. مع الوقت أو بعد اللي حصل ده، دي كانت الطَّمّة الكبرى بالنسبة لي، ما عُدتش قادرة إني حتى أشوفهم، هُم ما أذونيش أنا، يُعتبروا ما أذونيش أنا، أو حتى لو كانوا أذوني أذية بسيطة خالص. بس الشخصية دي عايزة أقول لكم الزعل وصّلها لإنها توفّت أو اتأذت أذى بجد ما حدش يتحمّله حرفيًا. خدت مواقف كبيرة وكده، ولكن أنا مش ما عُدتش قادرة. آآ المشكلة إن هُم أرحام، يعني هُم من الأرحام، ف فأنا هل أنا كده أبقى قاطعة رحم وما ليش دعوة مثلًا بالظلم اللي هُم ظلموه للي برضه من أرحامي؟ هُم الاتنين اللي ظالم والمظلوم من أرحامي، فأنا مش يعني أنا بالنسبة لي دول ماتوا خلاص، بالنسبة لي هُم ماتوا، بالنسبة لي أنا لو سمعت إن حد فيهم توفى أنا يمكن حتى مش هاروح عزاه، مش هازعل، مش هابكي. بجد قلبي اتقفل فعلًا من ناحيتهم، ما عُدتش قادرة حتى أقول لهم سلام عليكم. آمم ف ف فأنا كده عندي حق، وأنا كده ظالماهم، أو أنا كده ممكن يعني أقول ده أنا ما ليش دعوة باللي هُم ظلموه. آمم بس بارجع أقول إزاي يعني، إزاي ما ليش دعوة؟ ما الشخصية اللي توفّت دي ما هي برضه كانت عزيزة عليَّ، وبرضه كانت من أرحامي، وكانت أصلًا أقرب كمان منهم، سواء صِلة قرابة أو من الناحية المعنوية ومن ناحية من ناحية كل حاجة. فأنا مش عارفة هل أنا كده بابقى قاطعة رحم؟ هل أنا كده عندي حق في إن أنا واخدة موقف منهم، أو بالنسبة لي خلاص انتهوا، خلاص انتهوا، والّا أسيب لهم حتى لو باب موارب لسلام عليكم، وعليكم السلام في الأعياد كل سنة وأنتم طيبين علشان الصلة والأرحام. مش عارفة، بس أنا مش يعني حتى لو أنا آمم مش من ناحية الحرمانية كمان، أنا مش قادرة إن أنا أتعامل، مش قادرة أشوفهم، يعني حرفيًا من شدة الظلم اللي اتعرّضت له الشخصية اللي توفّت دي، والأذى النفسي والجسدي كل أنواع الأذى، أنا مش قادرة أشوفهم حتى قدّام عيني، مش قادرة أسمع حتى صوتهم. فقولوا لي رأيكم، أنا كده صح والّا أنا كده غلط، والّا أنا أسيب الباب موارب زي ما قُلت لكم؟ آمم، بيعدّي أمور كده في الحياة بتبقى مش فاهم ده ليه، ده ليه بجد، ليه كده، ليه الناس تبقى كده، ليه البشاعة دي، وليه الجحود، وليه ليه كل ده؟ الدنيا يعني الدنيا مستاهلة كده؟ مستاهلة كده ناكل في بعض، مستاهلة. طبعًا الناس دي من أول أنا لسه يعني مش ما بعدتش عنهم كده في يوم وليلة، ولا من كام يوم لسه قريب لأ، أنا بقى لي كذا سنة آآ واخدة جنب خالص، زي ما قُلت لكم بس في الأعياد ومش كل الأعياد كمان، إني ممكن كلمتين بس كده وخلاص. آمم
من أول ما بدأوا أذى في الشخصية دي، أو من أول ما بدأوا إن هم يزودوا الأذى، وأنا خدت موقف على طول، وكان واجب أصلا عليا إني لازم أخد موقف، وإني لازم أرفع الأذى عن الشخص ده. فأنا مش عارفة أعمل إيه. آه أنا شفت يا جماعة كمية جهل وكمية جحود وكمية وحاشة وحاجات غريبة جدا، وبجد حاجات يعني وحشة قوي الفترة اللي فاتت دي. خلتني كده يعني عارفين انتوا لما يعدي عليكم موقف تبقوا مش مستوعبين، مش مصدقين، مش عارفين مش عارفين تقولوا ايه ولا تعملوا ايه ولا تتصرفوا ازاي، ولا اصلا انتوا مش مدركين ولا مستوعبين الموقف. بجد في ناس يعني وحشة قوي، وناس كمان لما تسامحهم بيتمادوا. يعني الناس دي اللي انا بحكي لكم عليهم دول لما تسامحهم بيتمادوا، لما تسامحهم بياخدوا مقلب في نفسهم ان هم كانوا صح. والناس دي اللي انا شفته فيهم كمان، عشان ابقى وضحت لكم الصورة كاملة عنهم علشان تعرفوا تقولوا لي رأيكم كويس، ان دول الناس دايما فاكرين ان هم صح وان هم ماشيين صح وان هم كويسين، ومقتنعين فعلا بكده ان هم كده، وهم عايمين او غرقانين في الجهل وال والمعاصي وكل حاجة وحشة. يعني عارفين الآية اللي بتقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم دول هم فاكرين ان هم بيعملوا حاجات صح، وان هم كويسين، آه وان هم اصلا كمان مظلومين، وان هم مفيش منهم، وان هم يعني آه يعني حرفيا من اولياء الله الصالحين، وهم العكس تماما. فاللي انا عملته دلوقتي اني واخده جنب تماما. خلاص بالنسبه لي مش واخده جنب، انا بالنسبه لي هم ماتوا خلاص، هم بالنسبه لي ماتوا. فانا كده صح ولا غلط ولا ايه؟ قولولي رأيكم. ومعلش انا اسفة ان انا طولت عليكم، بس انا معتبراكوا اخواتي وصحباتي وكل حاجة، فاتمنى تفيدوني برأيكم. ومعلش ان انا طولت عليكم يعني. نرجع بقى للروتين بتاعنا. شايفين يا ولاد؟ شايفين الستيكر او الورق الحائط اللي انا حطيته على الجزء اللي هو بين الرخامة وبين النيش بتاع المطبخ من فوق؟ شايفين بيلمع ازاي ومنور وجميل ازاي وكأنه بلاط والله. يعني المنظر الأول بصراحة كان بشع. هنا أنا غسلت الحوض الأول، وبعد كده غسلت الأطباق، وعندي خرطوم كده صغنون في الحنفية بيساعدني على غسل الرخامة، وحلو جدا بصراحة. الأطباق اللي أنا بشيلها على جنب دي الأطباق بتاعت حماتي. الأطباق دي بتاعت حماتي، كانت عندي، فبشيلهم على جنب علشان أفتكرهم وأنا نازلة أنزلهم لها. وهنا أنا بشرب عادي، ما تاخدوش في بالكم. المهم، آم، طبعا طبعا مهما كان في الحياة ومهما كان أي حاجة في الدنيا، لازم نكمل حياتنا، لازم نمشي، لازم نكمل، لازم نشوف بيتنا، لازم نشوف أمورنا، لازم نشوف حياتنا. مش هينفع نوقف الحياة، مش هينفع ن... يعني لازم كده كده مهما حصل الحياة بتمشي. واللي هتأجليه النهاردة أو هتسيبيه النهاردة أو مش هتبقي قادرة تعمليه النهاردة، أو يعني محدش غيرك هيعمله. بالعكس ده هيتراكم عليكي زيادة وهيتعب نفسيتك زيادة. آه
أهو ده الخرطوم اللي أنا باقول لكم عليه، باغسل بيه كده الرخامة. ما شاء الله حلو أوي، بيساعدني في غسل الرخامة كويس وجميل جدًا. هنا آآ أنا كنت يعني خلاص شطّبت كده المواعين وكل حاجة. هنعمل إيه بقى يا ولاد، هنروح ناخد الوشاش بتاعة المخدات، أو على فكرة في أجزاء من الشقة أنتم لسه ما شفتوهاش، تمام، وإحنا عايزين نتعامل مع الشقة هنا على إنها إحنا ساكنين فيها لمدة معيّنة، تمام. أنا مش هاغيّر حاجة في أساسياتها، هاغيّر في الكماليات، الحاجات اللي أنا لمّا هاجي خارجة من الشقة هاعرف آخُدها، هي دي اللي هاغيّر فيها، أو كده. إنّما حاجة في الأساسيات آمم مش هاعرف، تمام، لإن زي ما قُلت لكم دي مش شقتي، أنا قاعدة هنا مدة صغيّرة، إن شاء الله لمّا ربنا يكرم هاطلع. رُحت كده جِبت الأوشاش بتاعة المخدات، وزي ما قُلت لكم أنا بابقى حابة كده دايمًا أقفل الستارة وأنا واقفة بانشر أو باعمل حاجة، دايمًا بابقى حابة كده، تمام، علشان أعرف أصوّر، علشان ما باحبش بصراحة حد يبقى شايفني وأنا واقفة في البلكونة أو كده. لمّا باخلّص باروح شادة الستارة جوّه وخلاص. هنا في ناحية حطيت فيها السجادة، والناحية التانية حطيت فيها أوشاش المخدات. وزي ما شُفتوا في أول الفيديو أنا كنت شايلة كل المشابك من الناحية دي علشان أعرف أحط فيها الأوشاش المخدات وكده، تمام. آمم، فزي ما قُلت لكم أنا مش هاعرف أغيّر حاجة من أساسيات الشقة، هاغيّر كماليات، تمام. و إحنا هنا تقريبًا يعني وصلنا لنهاية الفيديو. أنا باحاول أمهِّدها لكم، وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا بتستمتعوا بفيديوهاتي، وأكون خفيفة على قلبكم، وأكون شخصية تحبوها وتحبوا فيديوهاتها وتستنوا الجديد بتاعها، وتنوروني باشتراكاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في القصة اللي قُلتها لكم، وما تنسوش تصلّوا على النبي في التعليقات، وساعدوني إن القناة تكبر، وتكبر طبعًا بيكم، هي مش هتكبر غير بيكم. هاكون ممنونة ليكم جدًا، ويا رب أقدر أقدّم لكم في الفترة اللي جاية الحاجات اللي تفيدكم، سواء في بيتكم أو في حياتكم أو في أي حاجة عمومًا. ويا رب أعرف أبقى دايمًا في تجديد وتغيير، وما تملّوش وما تزهقوش من الفيديوهات، واعذروني على إطالة الفيديو، بس والله ده غصب عني، ده من شروط اليوتيوب في الأول، إن لازم الفيديوهات تبقى طويلة لحد مدة معيّنة بس، بعد كده هتبقى أقل من كده بكتير. ولو لسه مكمّلين معايا الفيديو لحد دلوقتي، ربنا يا رب يكرمكم ويسعدكم و ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. آمم أنا هنا كنت خلّصت أهوّة ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش التعليقات، ما تنسوش اللايك. أنتم طبعًا عايزينّي أعمل فيديو أقول فيه أنا عندي كام سَنة، أنا أعرّفكم فيه حاجات يعني عن حياتي، أنا بالنسبة لكم لسه شخصية مجهولة. هاعمل لكم الفيديو ده إن شاء الله قريب، لو لقيت تفاعل على الفيديو ده حلو، هاعمل لكم الفيديو اللي جاي، هاعرّفكم فيه حاجات كتير عن حياتي، أعمل لكم فيديو بقى أنا هاطلع أتكلم أنا فيه في الفيديو، مش هيبقى تسجيل صوتي زي دلوقتي، وهاعرّفكم كل حاجة، واسألوني عاوزين تعرفوا إيه وأنا أعرّفه لكم. في ناس سألتني سِنِّك كام، أنتِ مؤهلِك إيه، أنتِ مش عارفة متجوزة والّا لأ، أنتِ الحاجات دي كلها. أنا هاكتب كل الأسئلة دي وهاطلع أعملها لكم في فيديو أعرّفكم فيه كل حاجة عني، لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده، واكتبوا لي برضه الأسئلة اللي عايزين تعرفوها، وأنا هاجاوبكم كلكم، وأشوفكم تاني في فيديو تاني،
من بيتي وبيتكم بيت يوجا.